السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو انتوا ما بتتكسفوش؟ هو انتوا على طول مكملين كده؟ الناس كلها شايفة اللي بيحصل وانتم نفس القصة بتعيدوها كل يوم. مفيش مرة واحد يراجع ضميره، مفيش مرة واحد يقول لا ده حرام ولا ايه؟ اهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع اسلام ابو مازن. اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحة في احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل ما دار داخل نادي الزمالك، وهنتكلم كمان على حاجات جديدة في مباراة نادي البنك الاهلي والاهلي. لايكاتكم يا زملكاويه مهمة جدا، مش عايزين لايكات من الاهلاوية، وطبعا كده كده الاهلاوية اللي بيتفرجوا علينا مش بيدوا لايكات، فلايكات الزملكاوية اولى بينا. نبدأ أخبارنا النهاردة، وجمعة مباركة عليكم جميعا، أمين يا رب العالمين، وانصرنا يا الله. مباراة مهمة جدا بعد خسارة وتعادل في الدوري. مباراتنا مع النادي الجونة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. حكم المباراة هو هشام القاضي، وعلى الفار الحكم محمد سلامة ميدو. جوميز ما أعلنش قائمة المباراة، لكن في كلام بيقال إن عبد الله السعيد ممكن يكون خارج القائمة. كلام مش مؤكد لأن الراجل مقفل، لكن الكلام اللي بيقال لو راح عبد الله السعيد يبقى بيفكر يريحه خلاص لنهايه الموسم. ده اللي هنشوفه وده اللي هنعرفه. المباراه الساعه 9 مساء، زي ما قلنا المباراتين في بعض. مباراه منتخب مصر مع باراجواي الساعه 8 مساء، مباراتنا مع الجونه الساعه 9 مساء. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري الاولمبي، بالتوفيق لنادي الزمالك، ان شاء الله نكسب. الدنيا ماشيه ازاي وايه اللي بيحصل؟ هكلمك سريعا على احمد زيزو. إدارة نادي الزمالك نفت تماما أي وجود عروض خارجية لأحمد زيزو، لأن في كلام كان بيقال إن نادي الخلود السعودي كان عايز أحمد زيزو. قال لك لا مفيش، وأي عروض هتيجي للزمالك هندرسها بعد ما يرجع من الأولمبياد. ولا دراسة ولا مش دراسة، جددوا لزيزو وخلصونا عشان نخلص من الدور ده، عشان صوتنا اتنبح كتير. صوتنا اتنبح كتير. زيزو مش للبيع، زيزو مش للرحيل. ايه تاني معانا في الاخبار؟ موقف رمضان صبحي، كلام كتير وتوقف عشان المنشطات ورجع تاني. ويا رمضان لو عايز نادي جماهيري، نادي يقدر يسندك، تعالى نادي الزمالك ويلا خلص وتعالى ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل. لكن رمضان اذا كان حماه كابتن اكرامي، اذا كان خوفه من الاهلاويه، ده كله بيمنعه انه يجي نادي الزمالك. رمضان صبحي جدد سنتين مع نادي بيراميدز، متبقي له سنه وجدد سنتين. حكايه رمضان صبحي انتهت. وعلى العموم، على العموم، بعيد عن ان رمضان صبحي هو بالنسبه لنا لو كان جه هيبقى صفقه مثلا هتزعل الاهلاويه، لكن هو فنيا مش اللي في بالي، مش الكولاتي الجامد. صدقني اشرف بن شرقي ب2 3 من رمضان صبحي. اشرف بن شرقي ب2 3 من رمضان صبحي. طيب، الصفقه اللي خلصت رسميا، تاني صفقه لنادي الزمالك، يسري وحيد اول صفقه. الصفقه الثانيه رمضان بيكهام، وممكن يخش معاه صفقات تبادليه كمان. احمد رمضان بيكهام لاعب نادي سيراميكا كليوباترا. مش عايز اقول لك اللاعب مش اعلى كواليتي خالص بجد. انت لو شفته النهارده او امبارح في مباراه المقاولين مع سيراميكا، ايه اللي بيحصل؟ الهدف منه، الهدف التعادل بتاع المقاولين منه، محمد سالم خده على الخط وجري بيه ودخل بيه منطقه الجزاء وراح معرضها هوب، اللاعب الافريقي عندهم جايبها جول. مش اعلى حاجه. وحذاري من التعاقد مع احمد ياسر ريان، مش هو كواليتي خالص. انا بقالي كام ماتش بتفرج على سيراميكا عشان يا جماعه اشوف لمحه حلوه اقول هيفيدني بيها. لا، مش بظلمه ولا باجي عليه، لكن انا مش عايزه. انا ما ينفعش قلنا اجيب كواليتي اقل من اللي عندي، ما ينفعش. هقول ايه بس وعيد ايه على موضوع احمد ياسر ريان؟ بجد تبقى ضربتين في الراس توجع. انتوا بتنقوا ازاي ولا بتختاروا ازاي؟ اوعوا اوعوا مهما كانت الظروف، ما ينفعش تختاروه، ما ينفعش. طيب، اسحاق يعقوبه خلاص خلاص جوميز رفضه، وعايز اقول لك ان خلاص الموضوع انتهى. اشرف نصار المدير الفني للبنك رئيس نادي البنك الاهلي قال عقده انتهى لكننا هنجدد له.
خلاص، وقال لك مفيش اي مفاوضات مع الزمالك. لا، هو كان مضى للزمالك. هو كان وقع للزمالك، والزمالك اللي سحب الليله خلاص، وقال لك لا، انسحب من الليله، قال لك لا خلاص كده. بس ده بخصوص اسحاق ويعقوبه. جوناثان في الصوره، اتمنى نلاقيه موجود عندنا. اتمنى نلاقيه موجود، لان النادي الاهلي لو ما عرفش يتعاقد مع باك شمال محترف هينشن ويجيب الراجل ده. بس ده بخصوص الباكات الشمال والمشكله الكبيره. الخبر التالي معانا: وشهد شاهد من اهلها واهلنا. ازاي يعني؟ كابتن طارق مصطفى دلوقتي من اهل البنك الاهلي ومن اهلنا كزمالك. طيب، اتكلم وقال ايه على اسامه فيصل؟ قال لك نادي الزمالك اخطا في التفريط في اسامه فيصل، لانه لاعب ما فيش منه كتير، لاعب متاسس كويس داخل نادي الزمالك. الكلام ليك يا كابتن حسين. وقال بالنسبه لو جاله عروض او اي لاعب بيجي له عروض من الزمالك او من الاهلي، ما تعرفش تمسك فيه وتقعده، عشان مش هيبقى مركز معاك لانه عايز يروح زمالك او اهلي. شوف، كل الناس بتشهد باسامه فيصل، واداره الزمالك مشيته ب 10 مليون ولا 20 مليون. اعمل بيهم ايه؟ قلنا في لعيبه كده الفلوس ما تعوضهاش، الفلوس قيمتها تبقى قليله مقابل اللاعب ده. طيب، اللي حصل في مباراه البنك الاهلي والنادي الاهلي، ضربه جزاء؟ لا. طيب، هدف تسلل؟ يعني مره ضربه جزاء، مره هدف، مره كده، نوع. لك ان تتخيل ان الهدف اللي سجله كريم بامبو هدف صحيح ولم يتم احتسابه، وقال لك اوف سايد. الخطوط ملعوب فيها بالطول والعرض. الخط بدل ما يجيب رامي ربيعه رايح يجيب مروان عطيه اللي هو الاقرب، ما تجيب البعيد. شفت الخطوط هنا؟ كابتن عادل عقل حكم دولي، كمان كابتن محمد صلاح حكم دولي. كابتن محمد صلاح ده على فكره في قرارات كتير قوي بيساند، بحس انه بيساند فيها الاهلي. قالوا لك الاثنين الكره جول والخطوط مش مظبوطه. كابتن سمير عثمان اللي والده الشهير الاهلاوي الشهير كابتن محمود عثمان، على اون تايم سبورت قال لك الكره لا، الكره اوف سايد، وقبل ما يكون اوف سايد مش فاول. يا سلام يا كابتن سمير. وكابتن احمد الشناوي فين اللي كان بيحلل على قناه اون تايم سبورت؟ هو فين؟ سؤال. المهم، في حكام اختلفت وحكام اتفقت، لكن الخطوط ما بتكذبش. وكابتن طارق مصطفى ذات نفسه قال لك الكره جون اهيت، وانا رحت للحكام في غرفه الفار قال لهم الكره قدامكم اهي. الخطوط ما بتكذبش، لكن الخطوط بتكذب في انها تبقى معوجه. الاهلي كسب عشان خاطر يكمل ارقام قياسيه كمان في الفوز. وانا قلت لكم من فتره الاهلي صعب يقع، الاهلي مش هيقع الا لما يحسم الدوري. بعد كده هتلاقي عليه ضربه جزاء، هتلاقي عليه جول مش مظبوط واتحسب عليه. ايوه، الاهلي هيتظلم من بعد ما يحسم الدوري في اخر 3 مباريات، عشان نفس كل سنه. عشان ده الاهلي اتحسب له ضربه جزاء اهو، ده الاهلي مش عارف دخل فيه جون ظلم اهو، والدوري خلص. انت بتعمل ايه؟ انت بتقول ايه؟ كل سنه هي نفس القصه ونفس الحكايه ونفس الروايه. طيب خلاص، خلصنا. وكالمعتاد في مباراه بيراميدز رايح جاي، وفي مباراه سيراميكا اللي فاتت ضربه الجزاء بتاعت سعد سمير، ماتشات كتير، وماتش البلديه وماتش سموحه، ماتشات كده كتير. لكن عايز اقول لك حاجه: اسامه ابو علي هداف جامد، وبيضيع فرص سهله جدا، وبيجيب اهداف برضه، ده حال المهاجمين. بس عايز اقول له حاجه يا اخي: ده اللعيبه المصريه لما بتيجي تحتفل ما بتأفورش قوي وتقعد تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده، عشان خاطر زعلهم على اخواتنا فلسطين اللي هي المفروض بلدك، مع انك ما بتتكلمش عربي. خف شويه في الاحتفالات يا اخي، ده المفروض ده الواحد مكسور من جوه وزعلان لانه اصلا مش بايده حاجه. انت تعمل ايه؟ مش عارف. تاني حاجه، معلق المباراه. معلق المباراه لازم يكون في حياديه. حرام، حرام بجد. استاذ محمد عفيفي اظن اللي كان بيذيع، اظن لو مش هو حد يصحح لي. حرام. كرة ياو انور اللي شاطها في السماء بيقول لك ده قصده شتتها. تمام. كرة محمد هلال قال لك ايه العك كده؟ او قال لك ايه العك كده؟ او ايه حاجه زي كده فيما معناه، يعني مش ايه العك كده، او كرة اي كلام، سوري، كرة اي كلام. مع ان ده قطع كويس وده دخل وشاط كويس، بس ما فهمناش صح. واحده راحت كده والتانيه طلعت كده. الاهلي اكتر من 6 7 كور طلعوا فوق العارضه. امام عاشور شاط واحده بعيد،
اسامه ابو علي ضيع واحده من على ال6 يارده، مروان عطيه شاط واحده برده بره خالص، اكرم توفيق كذلك، اغلبهم مفيش ولا واحد فيهم قال لهم الكره اي كلام او قصده يشتتها، لا برافو الله كان قصده يعرضها، كان قصده يشوطها، إيه ده الجمله جامده. اشمعنى دول ما تقدرش تنتقد لعبتهم، لكن ما تكسفش اللعيبه عشان اهلها، ما تعيبش على اللعيبه اللي تضيع كوره بما انك ما بتعملش هنا زي هنا، ما ينفعش. ايه ده؟ حتى بص، حتى التعليق، كل معلق جاي خايف يبقى مصيره مصير بلال علام، كل معلق جاي خايف مصيره يبقى زي فلان. هنقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هل احنا النهارده نقدر نتوقع تشكيله الزمالك؟ صعب، صعب، بس اتمنى التشكيله تبقى كالاتي، لكن توقع لا. في حراسه المرمى محمود الشناوي، مساكين يبقى حمزه المسلوسي، جنبه خلي احمد مجدي، ما يبقاش رفاعي دلوقتي، فتوح عمر جابر، اظن نبيل عماد دونجا بقى كفايه لعبه، ناصر ماهر بما انك هتريح عبد الله السعيد حط يا سيدي موتيابه، خلينا نشوفه كمان وكمان ونضحك شويه، نفسي يلعب، عنده مهاره بس معرفش مش باينه معانا ليه. ومصطفى شلبي، وعندك سيف الدين الجزيري، وعندك محمد عاطف بس. لكن بقى اتمنى ان انا ما الاقيش بتلعب لي حسن ابو المعاطي، تروح ملعب لي بقى على الناحيه اليمين سيد نمار، تروح ملعب لي الاثنين مساكين مثلا احمد مجدي واحمد رفاعي، تروح حاطط لي في نص الملعب رؤى وجنبه محمد السيد، مع ان محمد السيد كويس بس مش عاوز احرق العيال دي قوي، مش عاوز اجي بقى الاقي مثلا قدام محمد صلاح زكي احمد عبد الرحيم ايشو. الجونه بقى لها 12 مباراه ما بتكسبش، بلاش تكسبنا يا جوميز، بلاش تكسبنا، الخساره طعمها بيبقى مر يا اخي. هنقول ايه بس، ربنا يوفقنا، عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل، عشان الزمالك حب في قلبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.